كلنا عارفين ان النوتيلا الجاهزة غالية، انما احنا ان شاء الله عملناها بمكونات اقتصادية جدا. الطعم تحفة والقوام جميل جدا. اعلى سندوتشات النوتيلا كلنا عارفين، وولادنا كمان بيحبوها جدا. يا رب الطريقة تعجبكم والفيديو يعجبكم، جربوها وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. ويلا بينا نشوف المقادير والطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا مع بعض نشوف المقادير والطريقة. معايا نص كوباية لبن بودر، نص كوباية كاكاو محلى، ومعايا كوباية سكر، ومش شرط تكون ناعم، ممكن حبيبات. ومعايا كوباية شوكولاتة خام. قلنا قبل كده ممكن تكون نريم وممكن تكون سما، اللي احنا عايزينه والمتاح عندنا. ومعايا كوباية حليب وكوباية زيت يكون نوعه نضيف علشان ما يبانش معايا في الطعم. ومعايا اللي هيديني الطعم المظبوط اللي زي الجاهز، معايا كابتشينو بالبندق. بس كده خطوات بسيطة ومقادير بسيطة ومعظمها متاح عندنا في البيت. ونشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجة معايا هاخد السكر والكاكاو واللبن البودر والشوكولاتة الخام، كوباية الشوكولاتة الخام. وهنعمل ايه؟ هندوبهم بس على النار، انا عايزاهم يدفوا وندوب كل المكونات معايا على النار بس، مش عايزة اكتر من كده. مكونات سهلة وبسيطة، والطريقة ان شاء الله اسهل واسهل وهتعجبكم النتيجة جدا. بصوا كده، مش عايزة اسويها على النار وتغلي، لا انا عايزة بس ادوب المكونات كلها مع بعضها. وطبعا الشوكولاتة هتسيح مع درجة الحرارة، وبدأت المكونات كلها تمتزج كده وتدوب وتسيح مع بعضها. زي الفل كده. بس خلاص، انا مش عايزة اسويها، انا عايزة بس ادوبهم مع بعض درجة ان هي اول ما هتدفى بس خلاص كله هيدوب. وخلاص هبتدي ارفعها من على النار. خلاص كله كده داب مع بعضه. انا بس دفيته مش غليته، انا دفيت المكونات كلها مع بعض كده علشان كله يدوب، السكر والشوكولاتة. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط كله في الخلاط. بس كده. وهضيف الكابتشينو البندق دون اللي هيدينا نفس طعم الجاهز ان شاء الله. تقليبه كده خفيفه. وطبعا الزيت دون للاخر وهنشوف هنعمل فيه ايه. الزيت ده اخر حاجه، وهنشوف هنضيفه ازاي مع باقي المكونات دي. وخلاص خلصنا النوتيلا، هنشوف مع بعض القوام عامل ازاي. ما شاء الله القوام جميل جدا زي ما احنا شايفين كده بالظبط.
ما شاء الله جميل واحسن من الجاهز كمان. حاجة حلوة ونضيفة من ايدينا لولادنا من غير مواد حافظة، وكمان تكلفة اقتصادية جدا. زي ما احنا شايفين كده بالظبط، ولا اروع من كده ولا احسن من كده. تبسطي ولادك وهيحبوه من ايديكي جدا، ومش عايزه اقولك هينفعهم للمدارس والخروجات وكمان فطار وعشاء في اي وقت ان شاء الله. ولادك هيحبوها جدا جدا من ايدك، وهتبسطيهم طبعا. ما شاء الله جميلة جدا، والتكلفة اقتصادية ما كلفتنيش حاجة. كلنا عارفين ان النوتيلا اسعارها غالية جدا برا. بس خلاص، وخلاص خلصت احلى نوتيلا من ايدك، جميلة جدا ما شاء الله. شايفين القوام؟ جميلة جدا من ايدك. تعمليها لولادك وتفرحيهم بيها وبالهنا والشفا، وهيقولولك تسلم ايدك يا ماما. يلا فرحيهم واعملي لهم احلى نوتيلا من ايدك، تنفعهم للمدارس وفطار او عشاء في اي وقت طبعا، وجميلة جدا. شايفين القوام؟ تحفة، والطعم بقى جميل جدا، احسن من الجاهز كمان. ما تفرقش حاجة خالص عن الجاهز. يلا قومي وتشجعي واعمليها لولادك وفرحيهم بيها وابسطيهم، وتسلم ايدك يا احسن ام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. وشكرا ليكم، نورتوني وشرفتوني. مع السلامة. وخلاص خلصت النوتيلا، واحلى نوتيلا في الدنيا من ايدك انتي بالطريقة والمكونات. شايفين القوام جميل جدا زي الجاهز واحسن كمان من ايدك. يلا ابسطي ولادك وفرحيهم واعملي لهم احلى نوتيلا اللي هما بيحبوها وبيعشقوها. وكمان هتعمل لهم منها السندوتشات المدارس، فطار او عشاء، اي حاجة في اي وقت هما بيحبوه. وطبعا هيشكروكي جدا جدا، وتسلم ايدك يا احلى ام اللي بتعملي كل حاجة حلوة لولادك. ما شاء الله جميلة جدا. يا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم النهاردة والطريقة تكون عجبتكم، ويا ريت تدعموني وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. وشكرا ليكم، نورتوني وشرفتوني، ومع السلامة.